هانتوما غتشوفوا الخدعة أو القالب اللي دايره الشركة في هاد الساعة ديال البوطة أو هاد ريغيلاتور دو غاز كما غتشوفوا. تابعونا باش تعرفوا على هاد الخدعة. السلام عليكم متتبعي قناة أفكار محمد، كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. ففكرة اليوم عن هاد ريغيلاتور دو غاز أو كما كيتسمى بالدارجة المغربية الساعة ديال البوطة، فهي موجودة في كل منزل، فربما في كل منزل غتلقى جوج أو ثلاثة من هادو، وأكيد غتلقى جوج أو ثلاثة من هادو خاسرين. يعني هاد الشيء معروف أنه هاد الساعات مع الاستعمال كيضيعوا بسهولة. فيعني اليوم في هذا الفيديو غنتعرفوا على السبب اللي كيخلي ان هذا الريغيلاتور كيضيع بسهولة. على الرغم من انه يعني كاين واحد الجلدة في هذا الريغيلاتور كما كتشوفوا انه كتغير، كنقوموا بتغيير هاد الجلدة باش انه يعني تمنع التسرب ديال الغاز، لكن رغم ذلك كنلقاو انه كاين تسرب. فهنايا كنطرحوا السؤال، هاد التسرب ديال الغاز منين كيجي مع انني غيرت الجلدة؟ واش من البوطة؟ واش من هاد الكلو يعني هاد البولون؟ فهنايا في هاد الفيديو غنتعرفوا على السبب اللي كيخلي انه هاد الساعة ديال البوطة يعني فيها تسرب ديال الغاز، او بمعنى اصح القالب اللي دارته الشركة باش انه يكون التسرب ديال الغاز. وكذلك غنتعرفوا على الحل، يعني كما قلت لكم واخا نغيروا الجلدة فكيبقى التسرب. فهنايا الشركة دارت واحد القالب باش انه هاد الساعة او الريغيلاتور يضيع بسهولة، وتضطر انه نتايا تمشي تشري يعني ساعة جديدة. فتبعوا معايا هنايا باش نتعرفوا على القالب اللي دايره الشركة باش انه هاد الساعة تضيع بسهولة، وتضيع كذلك انت في 30 درهم 40 درهم وتمشي تشري ساعة جديدة. كما كتشوفوها هو الشركة دايرة هاد البولون في وسط هاد الساعة اللي ما باينش كاع نهائيا كما كتشوفوها هو. وهنايا هو هاد الكلون كيتحيد بسهولة. يعني هنايا كما كتشوفوا هنا هاد الفيلتاج كيتركب فيه هاد البولون. هنايا المشكل اللي كاين وهو انه هاد البولون يعني ما دايرينلوش لا جلدة ولا تيفلون اللي غيخلي يعني الغاز ما يتسربش. التيفلون هو هذا راه معروف كيدار باش انه يعني ما يكونش التسرب ديال الماء او ديال الغاز. فهما كما كتشوفوا ما كاين حتى شي حاجة، يعني ما كاين لا جلدة ولا تيفلون يعني كيكون اللي غتمنع التسرب ديال الغاز. هما شنو دايرين هنايا؟ واخدين هاد الكولا او هاد اللاصق ودايرينو هنايا عوض جلدة وعوض هداك التيفلون اللي قلت لكم، ومركبين البولون بهذا الشكل. بعد ما غيزيروه كما كتشوف ها هو، هذا راه قالب باش ان هاد الريغيلاتور يضيع بسهوله ودايرين له جلده. فهنايا شنو كيوقع؟ هنايا من بعد ما كتشري نتا الساعه كتركبها في البوطه، مع المده حيد رد بدل البوطه كيولي هذاك الراس حتى هو كيتحرك. ها هو كما كتشوفوا كيولي كيتحرك، وهذيك الكولا كيمشي المفعول ديالها، وكتولي يعني تعيا ما تجيب جلدة أخرى تبدلها ودير جلدة أخرى، كتلقى أنه هاد الساعة مازال فيها التسرب، وكتمشي كتشري ساعة جديدة وكيكون التسرب منها. وهاد التسرب راه كيكون من هاد الفراغ، لأنه هاديك الكولا كتكون صافي المفعول ديالها مشى. هذا راه قالب كيديروه الشركة باش أنه تشري هاد. وهنايا غنتعرفوا على حل باش أنه نتايا تقتصد، وعوض ما ترمي هاد يعني هاد الساعة نصلحوها ونربحوا هذيك 30 درهم 40 درهم. شنو غنديروا؟ غنجيبوا هنايا هاد التيفلون، غناخدو منه واحد شوية وغنركبوه في البولون. كما قلت لكم هاد التيفلون راه معروف كيمنع التسرب ديال الماء او ديال الغاز او اي شيء. فغنركبوه هنايا في هاد البولون بهذا الشكل، ندوروه. هذا حل باش انك يعني تربح هذيك 30 درهم عوض ما تمشي تشري ساعة جديدة.
أنه لقينا السبب منين يعني كيكون التسرب. ها هو كنركبوها في المكان ديالها بهذا الشكل وغنزيروها. غنزيروها مزيان بهذا الشكل كما كتلاحظوا. هنا هو هنايا ما غيكونش اي تسرب 100%. وغنركبوا الجلده ديالنا، نجيبوا جلده جديده نركبوها وغنركبوا الساعه ديالنا في البوطه. وبهذا الشكل غنكونوا يعني اقتصدنا واحد 30 درهم او 40 درهم عوض ما نمشيو نشريو يعني ساعه جديده. كنتمنى يعني انه يكون هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم، وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.